بقول لك عشان انت متحجب؟ لا بقول لك عشان بتاع الطيور يا حبيبي اللي انت بتقول عليها اللي انت بتجيبها دي، انت روح تجيبها من باون شوب. تعالى كده. ده بيجيب طيور ايه بلاستيك، ايش الفرق بين طبق، يجيب طبق ويحط فيه شويه اكل، فطيور بلاستيك، فاهم انت؟ بتتعمل مش طيور حقيقيه. ايه الفرق بين طيورك وطيوره؟ انا طيور اللي بتطير في السماء، الطيور اللي انت بتشوفها دي والطيور حمو بلاستيك من باون شوب. انت بتاكلهم ايه يا حمو طيورك؟ ده كلام رز. سمعتك بتقارنها بالقطط. لا ده هو اللي بيقول لك جيب لهم طبق، فاكرهم شويه قطط او زي القطط اللي عندك، هجيب لهم طبق وهياكلوا مع بعض. أيوة لان بيضربوا بعض. ايوه مش هينفع في طبق. طبق محترم كده. شوف اهو مر عليك يا حمو. طبق تحط فيه اكل وطبق تحط فيه ميه كده يعني. لا ما ينفعش يا عمو، دي طيور حقيقي. يعني ايه حقيقي؟ يعني زي طيور مش طيور. انا مش عارف انت بتجيبهم منين، دي مش طيور اللي عندك. حمو اقعد جيب الكرسي واقعد. ما انا هجيبه. هنا الهواء نقي والله صادق. ما انا قلت لك ده هيعمل لك الصداع بقى والحاجات دي. هو انت بتحك ايه يا حمو؟ ما بحكش. ما بحكش. انت فين؟ رحت فين؟ انت واقف ورا الغسيل. انا عايزك تعمل انا عايزك تعمل ايه؟ لا يعني ما توجع عليه هو المفروض يجي يا حمو. كده يا ابني انا ما قلتش حاجه. حمو انت اللي تغسل نفسك. يا عيني بيكسب نفسه ويقول. يا حرام يا حمو والله العظيم، لو كنت متجوز كان في واحدة بتغسل لك يا اخي. يا حرام. هو يغسل لها برضه عادي بس اغسل لها ايه؟ اغسل لها ايه؟ بتتكلم انت مش كنت بتغسل لمراتك عادي؟ وبتغسل لا مش عيب يا حمو، مش عيب والله مش عيب. لا في حاجات في البيت الست ليها. الله انك ست بيت يا حمو، انت ست بيت. كنت متجوز كنت حمش كده، كنت بتخش كده. طبعا. يا عمي حمشي يعني كانت تضربه ليل ونهار. مين ده؟ ايه راجل اسكت. انا في مره جه بخبط على الباب مفيش حد عايز يفتح، بخبط سمعت من جوه حمو الحقني يا حمو. دخلت ده بقى بلمعه. دخلت لقيته عارف اللي بيتعلق من رجله. ايوه ضربته. وربط ايديه، كان شكله بصراحه صعب عليا جدا. لا حول. فاكر بيت ابو لمعه، انت بتأنين منه. اليوم ده حمو انت تبقى مؤلف مسلسلات. طب ما حصلش الكلام ده؟ ما حصلش يعني؟ لا طبعا. يعني انت جامد؟ لا ده بيكذب عليك يا حمو والله انت بيكذب. جامد؟ طب طبعا. ازاي جامد يعني؟ بتعمل ايه؟ لا يعني مفيش. حمو انت بتحك ايه يا حمو؟ مش بحك ان الغسيل. طيب يلا يا حمو ندخل داخل البرد، والله بدأ البرد يضربنا. والله انت برد. لابس اهو جمبر اهو، عايز ايه؟ لا لا والله برد يا لا حمو. يا عم في شوي. انت الجو جميل جدا. ايه رايك في الجو يا حمو؟ حمو في حاجة وراك يا حمو. مفيش يا عم، مفيش حاجه ورانا. والله يا اخي انا لسه قصه الغسيل كده مش فاهم. الحبل ده اتقطع، فللاسف بقى حبل واحد. حمو انت تغسل كم في اليوم؟ كم مرة تغسل في اليوم؟ حوالي 3 مرات في الاسبوع، 4. يعني انت تطبخ لنفسك وتصب لنفسك كل شيء. ومين هيجي يطبخ لي ولا هيجي يا اخي انت عايش من عيشة هذا اللي انت عايشها يا اخي. يا عم الحمد لله احسن من غيرنا، هنعمل ايه؟ الحمد لله. يا سلام والله العظيم انك رجل نبيل. وتكوي يا حمو؟ طبعا لازم نكوي طبعا. الله عليك يا اخي. اللي انت ما بتكويش. لا انا بيكولي. يا سلام، انت لولا في السيد هيقول لك بيكولي. لما تحكي له لما كنت متجوز كانت تضربك ازاي يا حمو؟ كانت بتعمل ايه معاك؟ حمو هل ان الزوج يكون ودود مع الزوجة دياله يعتبر ضعف؟ لا طبعا. انت كنت رومانسي. بعض الاحيان. والبعض الاخر. لا ما انت لازم يبقى فيه زي ما بيقولوا بالانس، يعني توازن. لازم شويه تشد وشويه. يعني انت كنت زوج مثالي. لكن المفروض يعني انت كنت بتشد ازاي يعني؟ لا بس ما كنتش من النوع اللي هو لا يعني لازم اعمل بقى مشاكل وبتاع مش عارف ايه. احيانا يعني انت تقول لك قوم اغسل مواعين تقوم تغسل مواعين. في وقت معين للست، اي ست في العالم. ايوه دخلنا في الرمسة. ايوه. لا لحظة جيب الكرسي لو سمحت. جيب الكرسي حمو، جيب الكرسي. قول خليه يقول، ما ركز. قول. بيجي لها وقت بتبقى ايه طبعا نفسيه. هي مين؟ الموضوع الزوجه يعني
الحريمي اللي بتحصل كل شهر ديت، يا عمي عيب عيب عيب. بتبقى الحاله النفسيه مش عارف، فانت هنا لازم تراعي النقطه ديت. الله على الانسانيه الخراطه. طبيعي في بينسوا المواضيع ديت. الله 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 الله. فلازم تبقى انت فاهم الست بتاعتك. يا سلام. لما يجي ميعاد معين لازم تاخدها على قد عقلها، او مش يعني. الله 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 الله. بس فاجأتني يا عمو. فاجأتك؟ يعني فاجأتك. ليه يعني ايه المفاجأة في كده؟ كلام كبير يعني، ومحمد بيبرئ لك على اساس انه متفاعل. والله ما متفاعل ولا شيء. سؤال ثاني بس ما فيش داعي منه يعني. لا لحظه يا حمو، ما دام يعني انت زوجتك المستقبليه ستكون من السعيدات، يعني سعيدات الحظ. اكيد. يعني انت حتطبخ لها وحتصبن وحتكوي، وهي يعني مش حتعمل اي حاجه، والله حتكون سعيده الحظ. لا انا ما قلتش كده. يعني ايه اللي حطه واغسل واعمل؟ انت لسه قايل كده. لا انا ما قلتش كده. انا بتكلم في موضوع ثاني يا ولاد الذين. في واجبات منزليه الست هي من نفسها عارفاها وبتعملها يعني. بس معنى كده ايه؟ مش بس حاسبها تعمل كل حاجه، لا لازم يبقى في مشاركه. ما هي مواصفات؟ لو انت الست بتاعتك مثلا تعبت، ايوه زي ما حصل مثلا انت مع محمد. أيوة. لا محمد بصراحه انا مثالي كل يعني. حاجه، ده واجب، ده لازم، ده طبيعي. انا ما اقدرش اعمل. مش تعمل بقى لا لا. راجل وهتعمل فيها. لا ما هي ما حمش وبتاع، ما مش في نفس الوضع. نفس الحكايه. لا انتم المصريين معروفين ان النسوان ديالكم تضغط عليكم. مين بقى ايه؟ مين؟ انا عايز اعرف ده جاي منين ده؟ ده جاي منين ده؟ وانت بقى قول لنا بقى ايه اللي بتعمله انت بقى؟ لا لحظه يا حمو، انا عندي لك سؤال باعتبار انك على ابواب زواج قادمه ان شاء الله. يعني ما هي مش اقول مواصفات لاني مش سياره، ما هي المميزات اللي انت ترغب فيها في المراه التي ستتزوجها؟ الشخصية مش في الشكل، يعني الشكل ده سيبك منه. الشكل انا عارف لك. الشخصية يعني تكون انسانه طيبه محترمه. يا اخي هذا كلام من حق هو التعارف، قول كلام مزيان. طب قول لي انت كلام المزيان اكرره لك. انا عايز اعرف ايه هو، قول لي انت بقى. يا اخي هذا الكلام نسمعه. انت ما فيش على فكره انت متاثر بالافلام المصريه بزاف يا حمو. يا دي الافلام المصريه اللي عاملاها حمو. لا العظيم متاثر بالافلام المصريه. علموا من الافلام انت المصريه. بصراحة انت متأثر بيها، انت دايما تقول الجملة دي. انا اللي بقعد كل يوم اتفرج لي على فيلمين ثلاثه. لا انت دايما لا انا بشوف افلام اجنبيه مش مصريه. انت دايما يقول الجمله دي، يقول لك ايه، انا نفسي اتجوز واحده تكون طيبه وبنت حلال، نعيش مع بعض قصه حب قويه جدا، وننتحر مع بعض. وننتحر مع بعض. دي افلام مصريه، ما فيش فيلم انجليزي الافلام المصريه انت عارف كل الممثلين بينتحروا في النهايه. انت عايز تعيش قصه حب مع واحده عشان تعمل. لا حمو على فكره الزواج بعد ما انت الان بدات. الزواج عندك انت بقى، انا عايزك تقول بس قوله لنا بقى. انا حقول لك اسمعني، لانك الان نضجت، انت الان ناضج. ليه وانا ما كنتش ناضج قبل كده؟ انا بقول لك لحظه لحظه لا والله العظيم اسمعني يا حمو، اسمعني يا اخي. الزواج الاول والثاني هكذا تكون زي ثلاث رش في الزفه، يزوجوك انت مش عارف يزوجوك علشان ايه وعلشان ايه. بس انت الان عاقل بالغ، وصلت سن الرشد. ايوه يعني لما تتزوج خوفتني. يعني انت لما تتزوج المره القادمه ستتزوج وعندك تجربه، يعني ستكون سعيد. والله اني سعيده الحظ اللي حتعيش معك، قسما بالله يا حمو انها سعيده الحظ. ودي انا تعرف سعيده الحظ ليه؟ مؤخرا دول لي الكلام الناعم والحلو بتاع ده، ما انت كنت متنين على عينك من شويه. لا انا والله لا شوف انا لما اتكلم بجد، شوف يا حمو انت شوف، كن ميز بين الجد والهزار. يا سلام. ايوه لازم تميز شيء. انت رجل نبيل وودود ورحيم وكيوت ورومانسي وكريم، والله العظيم. يعني تصرف على الوليه بتاعتك وتغسل نفسك وكل شيء لنفسك. ما يندي مش هتعمل اي حاجه يعني. والله العظيم هي اللي حتكون الراجل وانت الست. عادي يعني. ايوه يعني غنوا على بعض. يا ولاد المهم ان هي تبقى مبسوطه. حمو والله ما اقول الا الله يزوجك. انا الحمد لله خلاص، انا على وشك. خلاص لا مش على وشك، انا بقول لك يعني خلاص الحمد لله مش عايز اتجوز خلاص. لا والله لا والله لا، انا والله ما يهدأ لي بال. لا تعرف يا حمو. ايوه. تعرف ايش المهم في الموضوع؟ ايه المهم؟ انت بحاجه الى، انا عندي لك راي. ايه هو؟ شوف
الأبجديات كلها تقول أنه إذا نظرنا إلى المقدمات في كل الحالات الأمور ستكون هكذا. ايه ده؟ مش عارف طبعا. انا بقول لك انت بتنصت له انا مستني يقول موجود، حاجه. وبعدين طب بيخش في حاجات تانية. خليه كمل. حمو هذه مقدمة. مقدمة ماشي. يعني أنا أقصد إيش؟ أنت إذا كتب لك الزواج ما تتجوزش خارج بريطانيا، أنت لازم لك واحدة هنا، يعني روحة وجاية لمكان بعيد، مش صح. يعني نشوف لك ولية محترمة. لو اي حد من اوروبا اوكي ماشي. أيوة في أوروبا، المهم إنه يكون زواج أجنبي، يعني تقدر تيجي بريطانيا وتروح، ده أنسب شيء ليك. هو بصفه عامه الجواز بقى خارج بريطانيا دلوقتي بقى لا متعب ومكلف، شبه مستحيل. مكلف ومتعب لا. وتتورط مع بنت الناس يعني. لا بعدين تكون مش حتوفي مع بنت الناس مسكينة، انت حتروح وتيجي كم مثلا اذا قلنا تزوجت مصرية وهي في مصر وانت هنا، حتروح وتيجي كام؟ صح، ممكن تروح مرتين ثلاث، لما تكون هنا تبقى بس لما هي تكون هنا عندك البيت اهو بيت حمو ما شاء الله، وحمو ما فيش حاجة ينقصها الا حاجة واحدة. حمو زوج مثالي. يا اخي لحظة حمو شوف يا استاذ حسن يا استاذ حمو شوف، كل شيء انا قلتها لك، باقي الكرة في ملعبك يا حمو. شوف قرار الزواج بقى الكوره بملعبك انت. دي النغمة بتاعتي يا عم، انا عارف انت ما بتطيقهاش. لا يعني حطه بالطيب. لا ما انا عايز في اتصال جاي. شوف يا حمو هو حيوقف هو مش هينفع. شوف على موسيقى جميلة. لا ما مش هتنزل. شوف يا حمو، انا اللي عليا قلت لك، وحمو كان معايا، حمو نيرو، وباقي تتخذ القرار. الله يخليك، يعني تكتسب الشجاعة بس لما الاقي الحد المناسب يعني هيتخذ القرار مع اي حد. انت يا حمو. يا ابني ده حمام. هو حمامة بس تمام ان شاء الله. ان شاء الله. ان شاء الله نفرح بك يا حمو، قول يا رب. ان شاء الله يا رب باذن الله. امين. عايز ايه تاني؟ الشيخ حمو. مع السلامة يا حمو، الى اللقاء، الله يزوجكم كلكم ان شاء الله. انت عايز تتجوز تاني؟ انتوا هو بيقول علينا انت وانا ماليش دعوه. تتجوز؟ لا يا عم انا ماليش دعوه، انا الحمد لله. الى اللقاء يا حمو، والله انك وسيم حتى ضحكتك. ده كيوت. الله العظيم. وايه اللي حصل؟ انا عايز مش عمال مطمئن. مش مطمئن بحاجه، مش عارف. اصل انا عارف شغل الصهاينه، انا عارف. انا مش مقتنع. انت عملت شكله كده هيقبض عليا انت بعد عملت صهيوني خلاص بقى رسمي. خلاص صهيوني. يا لا وسخ. لا انت خلاص خليك جورباتشوف. عايز تبقى جورباتشوف، عايز جورباتشوف؟ تبقى نتنياهو، عايز تبقى مين؟ يا خميني. علي جمعه. والله علي جمعة. لان انت بصراحه عليك فتاوي، انا بيعجبني الفتاوي بتاعتك اللي بتودي في داهيه. يا خراب حمو على الفتاوي بتاعتك. ايوه عارفها. يفتي ده. بص هو عايز موضوع، عايز هو يمشي فيه، يروح يفصل لك فتره اللي هي تناسبه، ويروح جاي طالع بقى، ويروح جاي ايه عامل لك بقى فيها شيخ وبتاع وهو كده ومش عارف ايه، يروح جاي مفصل علي جمعه ويقنعك تبقى مقتنع. حمو مقنع. شوف. هو ربنا عاطيله ميزه حلوه جدا، عنده بلاغه في الكلام دي حاجة ما شاء الله يعني. طب ما انت عندك بلاغه في الكلام. لا ده لا يقارن. حمو قول لي اول معلومة دينية قلتها لك بتاع حواء. شوف فاكر انت المعلومات اللي كان بيديها لنا فاكرها. اول ما عرفنا حمو انت كنت موجود. انت لما كان داخل بنظام المشيخه وكان ناقصه بس الدق. واحنا كنا قاعدين ساكتين وبنسمع. هو كان ناقصه الدق. كنا نقعد هنا على ودك و10 15 نفر، وده الشيخ بتاعنا. انا افتكرته شيخ. كنا نروح الجامع المسجد وحياة ربنا، نقعد حلقه دينيه ونقرا في القران وبتاع مش عارفين. هو انا قلت بس ده الشيخ ده حاجه شيخ وجاي من اليمن، وانت عارف بقى اليمن بقى اللي هم الحضاره والعروبه والدين. فكان حلو جدا، وقعد يتكلم معانا وكله قاعد بقى ايه يسمع. بعد الاكل فما تفهمش كانوا نايمين ولا ايه، وده راح جاي ايه طلع يقول لك ايه. انتوا عارفين اول الخليقه ادم ستنا وحواء. حواء. سيدنا ادم وستنا حواء، ولما كانوا في الجنه كانت
ستنا حواء اجمل نساء العالم. يا ابن الذين ما كانش هم اللي ما كانش في غيرها. ادم وحواء، منين عملتها اجمل نساء العالم؟ مفيش غيرها. يعني لما بتقول اجمل نساء العالم يعني في ستات كتير مثلا وبتبقى واحده فيقعد بقى يديك المعلومات. رحت انت قفشه بقى في الحته دي. ايوه قلت له طبعا. استنى. والله ما قفشني الا بعد سنتين، هو تاثر وقتها تاثر. قال لك استنى ازاي؟ فده بالظبط عامل زي علي جمعه. حمو انا اقول والله انت بالمدخل الديني، ما انت عارف احنا عشان احنا طبعا المشاعر والتدين عندنا كعرب ايوه. قول لي انت لما تحتاج فتوى دينيه بتتصل لي ولا بتتصل لحمو؟ لا انت ولا حمو. والله انك بتتصل لي طوالي، والله انك تتصل لي تسال لي على الوضوء على الصلاه. تذكر لما مره صلاه ايه ده انت لسه الاسبوع اللي فات فاكر صليت صلاه شيعيه. يلا نصلي صلاه الخميني. يلا نصلي المغرب تقريبا صح او العصر. طيب ماشي يا عم هدخل اتوضى. انا دخلت اتوضى، هدخل اتوضى لقيته راح جاي داخل ينط، اقسم بالله على طول انت عايزني اصلي معك يا حمو؟ ده راح جاي عامل لي بص الله اكبر ودخل على طول. طب ما انا هصلي معاك ما صليش. جاي يوم اعتقد اني يعني من مخارم المروءه ان الواحد يكلم الثاني في الحمام، صح؟ ليست من الادب في شيء. ما تجاملوش مش بجامله، بس هو انا كلامك مظبوط. انا لو واحد بس ساعات كلمني يجي لك تليفون وانت يعني ما يا هذا اسمه حمام. نصيحه تاخدش على كلامه. ده علي جمعه ده يعني جنبك. انا ده عامل لك يقعد يفتي في حاجات والمحارم ويخش لك بقى في حاجات زي ما بقول لك كده ولا وما تتكلمش بحد. طب انا التليفون يعني جنب مني. طب انا هعمل ده بيولد. انت يا ابني بتولد؟ لا حكى في الانف يا حمو. ما عرفتش احك يا حمو لحظه. شفت انت حكى في الانف عشان يقول لك حكى في الانف. يعني عشان عايز يحط كده تعمل كده وخلاص واعمل. انت عايز تقول عشان ما لا ده ما تاخدش على كلامه ولا بتاع ولا فتاويه صدقني. الحمد لله يرحمني يرحمكم الله. والله عطسه انا قد قلت لك يا حمو. دي عطسه؟ دي عطسه. اسمحوا لي والله طلعت شوي بقوه. لا انا مش سامح لك حمو. لا شوف هم يسمحوا لك انا مش سامح. لا شوف هل هناك شيء يدعو او يجبرك على انك تتكلم مع شخص اخر بالهاتف في الحمام؟ انت تعرف ما هي وظيفه الحمام؟ حمام ايه هي الوظيفه يا استاذ؟ يعني انا لو انك ترد عليه وانت في الحمام والله العظيم اقفل في وشك لانك قليل ذوق. يعني انت بتفهم بالذوق. طب انت ايه رايك ان في ناس بقى عايشه في الحمام ده يا راجل؟ التليفون بقى بتاخد التليفون تخش يعني انت انا استبعد انا لا شوف. مش انا بقول لك في ناس بتعمل حمو كده كتير. انت فيك رقي. يا عم ما تقعدش تنفخ فيا ولا رقيه ولا لا انا حافظك يا حمو. لا انا بقول لك في ناس كتير اقسم بالله العظيم بتعمل الموضوع ده. ليست مجامله. مالك ارتبكت والله انك من ارقى من رايت. شكرا جزيلا يا اخي شخص راقي. تعرف ان انا بكتشف فيه حاجات. يعني هو مش مثلا ابو زيد الهلالي وبتاع وشيخ وبتاع، لا ده استاذ في علم النفخ كمان. يعني هو استاذ في علم النفخ كده. صح استاذ ده واخد دكتوراه في علم النفخ. انفخ بقى في حمو شويه عشان ما يزعلش. يعني ده شوف هو زعل لانني قلت كلمه حق في حقك. لا انت احنا سافرنا مع بعض وشفتك يا اخي. انت من النوع اللي ما يمكن ان الواحد يمكن يرصد عليك تصرف كده غير لائق. لا ليه يا عم؟ لا يعني انت مش حد كامل طبعا. لا انت قسما بالله العظيم انك اما هذا يعني بص لما بيكون واحد عمال ينفخ بلاش نفخ بيتكلم في شوف لحظه يا حمو. اصبر حقفل ولا لا قفل وقف. يعني انت مختلف معاه في الكلام اللي بيقوله ده؟ مختلف معاه في كل حاجه. يعني انا ولا حاجه. عارف اللي هم يعني اللي بيقولوا حاجات او كلام مخالف خالص
للافعال اللي هم بيعملوها. يعني محمد انا كذبت في موضوع لا انا ما محمد. بتكلمش عن محمد، عليك انت. يعني انت اللي بتتكلموا ده. لحظه محمد، شوف يا محمد، شوف ادي اللي بيتكلم في الذوق وفي البتاع، ادي اللي بيتكلم في الاخلاق وفي الاصول، وازاي بتتكلم من الحمام. طب وهو من لا الأصول ومن سافرنا مع محمد ورأينا لبسه والاتيكيت حقه، ما تفتحش موضوع والله اللبس. العظيم، وطريقته في الاكل، ولما يدخل يسلم على الشخصيات الكبيره، هاي حاجه تشرف. قول له على البوس، قول له على البوس. قسم بالله العظيم. اما انت قسم. يا عم ده السوبر ستار بتاعنا. لا انا عايزه، بس انا عايز اشوف، اوصف حمو، لحتى انت والله انك كشامه بين الناس. كشامه. يعني كشامه ايه حمو كشامه؟ مثل الشامه، يعني مميز. مميز. لا لك هيبه يا لا حمو. ده بيطلع بمصطلحات، خلي بالك برضو. مش ده دراجة ليه قاموس هذا. خاص بيه اسمه قاموس، كشامه دي كلمه عيب. قاموس علي جمعه. ده ايوه في القاموس كشامه دي كلمه عيب. انت كنت عارف يعني ايه كشامه؟ كلمه مش عايز اقول لك. مش كشامه، يعني مثل الشامه، بمعنى تلفت الانظار، يعني مميز. يعني الواحد يشوفك وسط الناس العين تكون عليك انت، لانه انت مثل الشامه كذا. ولا فاهم حاجه؟ دي حاجه كويسه يعني. انا بسمع له. انا عايز اعرف هو عايز يوصل لايه. يعني عايز اوصل الى انك انت وحمو، انت ومحمد في نفس المستوى من الرقي والذوق الراقي. ما شاء الله. يعني شوف حمو انا قاعد بقاله كام دقيقه كده، بس ما اعرفش انا بس في حمو انا زيادة مش انت مش مطمئن مش صح؟ مطمئن. اصل شويه النفخ اللي هو عمال بينفخ فيها، انا خايف عليك لا هتبقى كده حمو. ما انا بقول له بقى اقعد ينفخ فيا. وانا برضه لا شوف أنا حمو، أصلاً- في حاجه محمد يتميز بها عن الكل. انا عايز اعرفها انا كمان. لا أنا دي عارفها، انا عن نفسي عارفها. والله لا انا متاكد ما حدا ملاحظه غيري انا، اكثر مني ومنك ومن المجموعه كلها. يا اخي عاطفي بزاف، ودمعته قريبه. في دي صح. انا عاطفي وبعتبرك قريبه. دحين نزل دموع يا حبيبي. لان انت انا فعلا لا لعلمك صح، انا في حاجه انت ده بيضحكني لدرجه ان انا اقعد اعيط. لا انت أنا عاطفي. فاكر اما كنا في المرض اول مره واحنا ماشيين، ايوه كنت عاطفي جدا. انا تاثرت بصراحه انا كيف بكى يا حمو؟ اما كنا خلاص ما كنا نودع ابو مهدي. ايوه صح. العائله ايه. انا فعلا بكيت. والعروسه الصغيره وفارس والشله دي كلها، فانت كنت متاثر جامد جدا. فانت بكيت جامد صح. عمل ايه يا حمو؟ يا الإخوة الكرام، في يوميات حمو أتمنى لكم أوقات طيبة مع هذا الثنائي اللذان لا يشبهان بعضهما في شيء. أنا بغيت يا حمو، بغيت واحد الحاجة، والله بغيت أقيمك يا أخي. ممكن أقيمك، أتكلم عنك، أكتب، أقول ما لا يقل عن 15 دقيقة عليك و15 دقيقة على محمد. 15 دقيقة ماشي خليه يقول. عايز أقول رأيي فيكم. حرام بس خليك. بس أنا قلت رأيي فيك. أنا ما سألتكش عن رأيي لأنه أنت أصلا شيعي. أقول رأيي فيك إنه معروف، أنت علم من الأعلام. يعني بص، عايزين ننفخ فيك يا عمي خليني ادخل في الموضوع. أنا حبيت أنفخ فيك يا اخي. ما تنفخنيش. انت عندك دكتوراه في علم النفخ ولا ايه؟ لا انت ده تاخد الدكتوراه. انت مش لسه هتنفخ فيها 15 دقيقه نفخ. انا ما اعرف. لا انت ده انا همسح بيك البلاط انت. بس ده 15 ده انا هبقى قد كده يا عمي. انا ما جيتش انفخ فيك، انت اصلا ما فيكش حاجه تتنفخ. اسمعني، خليني اتكلم على هذا الرجل الذي فيه مميزات ممكن الواحد يتكلم عليه. شوف محمد هذا، انا متفق معاك. خلني محمد نزل ركبتك. ايوه، والثاني نزلها. ايوه نزل عشان ترتاح. انت هتمدح فيه وهتنفخ فيه ولا هتتعلمه الادب؟ مش عارف. انا عايز، مش بقول لك ماشي شوف. الادب تقي الله. اي ادب ده خطير. شرعي خطير محمد. نعم شوف، ربما احد لم يخبرك بهذا من قبل. اوكي. وانا دوري انني اخبرك.
اوكي. صافي. لحظه لا تضحك صافي. طب انت يا اخي قر. انا ادب انا ومحمد. انت بتوسوس. لا هو بيستمع لان انا قريب من التليفون. محمد انسان حصيف وانسان كريم وجدع. يعني ده من النوع اللي ممكن يقدم راسه من اجل صاحبه. يا اخي في منتهى النبل، نبيل. وحسوس. حمو لو سمحت. لا انا بضيف. حمو انا دلوقتي بتكلم على محمد. لا طب ما انا بتكلم على محمد. انت فاكر في ما كنا في رحله المغرب؟ لحظة. محمد يعني بمجرد النظر بتتعصب. إلى ملامحه هذه الصادقة والطفولية، تبقى عايز تبكي. أي يأتيني شعور بالبكاء لا إراديا. ليش؟ والله ما أنا عارف يا أخي. للبكاء. يا أخي طب دي حاجه مش كويسه. بس أنت ودود هكذا. شكرا. أنت رغم أنك لديك ما يهمك ولديك هموم، لكن تسعد الآخرين. يا أخي أنت عجيب. يا سلام. دي والله. شهاده اعتز بيها بصراحه. صراحة رغم أن عنده أشياء ثقيلة وهموم كل شيء حمو، إلا أنه بصراحة لا هو انا متفق معاك في دي. والله العظيم يا محمد. والله. لا والله صح. حصيف يا أخي. أنتوا عرب. حصيف من الحصافة، بمعنى حصيف. انت مش فاهم يعني ايه حصيف. ايوه محمد، ما في دي في قاموس يا ابني. شوف محمد إنسان حصيف من الحصافة، بمعنى عامل حساب كل شيء. اوكي. عامل حساب كل حاجة. طب حسيب. آه هو بيحسب. انت حلو في الارقام صح؟ اسمع. كويس. اسمع، محمد إنسان منظم مرتب في كلامه في لبسه، وخصوصا لما بيكون الموضوع في رحلة أو في خروج. بصراحة احنا بدون محمد والله سلطة، لأنه هو اللي بيرتب كل انا حاجة. دي عنك اهو. لا أقسم لك بالله أيه. جدا. كريم كريم يعني. عبد العزيز صح؟ اسمع يا حمو، أيوة. اسمع ما تتريقش. لا انا مش بتريق. يا عمي في حد بيحط توم كده؟ عالي قوي. جاي. أنا انت منيلها بالهواء. انا عايز يقعد حمو لو سمحت يا حمو خليك شوية. لا مشكلة يا أخي خليك شوية جدي يا أخي. بس لا إله أنا كل يوم إلا الله. بكتشف حاجات كتيرة فيه. يعني هو أستاذ دلوقتي في علم بقى النفخ. في علم النفخ. لا ده لسه ما ده علم. ده هينفخ فيك دلوقتي نفخ. هو مش عارفك يمكن اقول كلام. لا ده واخد ماجستير ودكتوراه في علم النفخ، أستاذ ورئيس لا قسم علم النفخ. هو الآن حمو يخاف من النقد البناء. حمو إنسان. أبدأ بحمو. لا انا عايزك بالله عليك. أبدأ طب بمين؟ انا المفروض بتبدا بنفسك الاول. انا عايزك. لا الإنسان لا يقيم نفسه. أنا بعدين أنا ممكن أفتح لكم مقطع وتقيموني. فكرة برضه. انا مقيمك خلاص في كلمه واحده. أنت لابس نظارة سوداء. هو علي جمعه او نتنياهو، بس انا مشكك. انا هو جاي هو قريب جدا من نتنياهو. انا خايف لا يكون هو نتنياهو. اتفضل يا استاذ علي اتفضل. أصلا شوف، أنت مشكوك فيك من حيث الأصل، ولذلك كل هو نتنياهو. شوف يا حمو، دعني أبدأ بهذا الرجل النبيل. مين أنا؟ الذي يشرف مصر. هتاخد شويه نفس. انا حمو خايف. ده انت هتتفرج. شوف انت كده. هتروح هطير. اخد بالك أنا- زوجتك هتستغرب. تقول لك ايه ده؟ مين ده؟ مين اللي نفخك؟ هتقول له ايه ده؟ مش هو ده اللي انا اتجوزته. حمو يعني هيحصل صدمه. شوف صدقني أنا لن أنفخ أحدا. انت اكبر نفيخ في التاريخ. نفيخ في التاريخ. حلوة دي. اسمه انا متاكد هو اسمه علي نفخ. مش علي جمعه. الشرع النافخ 10. يا عم أنت يا أخي محمد، يا أخي أنا الدبا عيب حمد. اتفضل. والله ما نفخ ولا شيء. انت استاذ في علم النفخ. انا متاكد انت واخد انت دكتوراه في علم انت النفخ. بتتكلم حمو مين دلوقتي؟ أنا حمو بيكا. حمو بيكا. هو هيبتدي بالنفخ فيا انا الاول. بس انا بقولها لك ده باخد دكتوراه. واخدها من حوالي كام يا ربي؟ تقريبا من 15 سنه كده. واخد دكتوراه. هو استاذ ورئيس قسم النفخ في جامعه مش عارف ايه كده هنا كانت في هارفرد. في علم النفس النسف. يا علم النفخ. النسف.
نسف. انسفك. طب بنفخه بعد كده نسيبه. هو في حاجه تتنفخ؟ لا هو لعلمك يعني ماده تتنفخ عادي يعني. ماجدة الرومي ماده تتنفخ. ماده يا- للنفخ. يا استاذ علي جمعه لو سمحت